أعزائي المشاهدين، صباح الخير وأهلا بحضراتكم معنا ولقاء جديد وحلقة جديدة لبرنامجنا بصبح عليك. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا عايزين نتناقش مع ضيفنا الكريم على أهم الأحداث الموجودة في المرحلة الحالية. عايزين نتكلم على الإرهاب، على الدماء اللي بتسال على الأرض سواء من الإرهاب أو من حوادث القطارات. عايزين نتكلم على إنه النهاردة إحياء لذكرى أحداث محمد محمود. وقتها كان لي في وجهة نظر خاصة بهذه الأحداث، طبعا وجهة النظر اختلفت دلوقتي. عايزين نتكلم حتى على لجنة ال50 وآخر التطورات. يعني احنا في حلقة الأسبوع الماضي الثلاث الماضي والثلاث قبل الماضي كنا حلقتين خصصناهم لنقاش فكرة نسبة 50% عمال وفلاحين تبقى أم لا تبقى. وبالفعل لجنة ال50 بالأمس أعلنت أنها لغت 50% العمال وفلاحين على أساس أنه هذه الفئة ما ينفعش يكون لها يعني كوتا معينة. بس الحقيقة العمال والفلاحين ما هماش فئة، ما هياش فئة. عمال وفلاحين في جمهورية مصر العربية ما هياش فئة، لكن ده كان القرار. لسه هنشوف أخباره إيه وهنحاول إن احنا نناقشه في حلقات قادمة بإذن الله. عندنا أحداث كتير النهاردة هنناقشها، وضيفنا الكريم اللي بيشرفنا في حلقتنا النهاردة لبرنامج بصبح عليك الصحفي الأستاذ سامي يعقوب، صحفي بجريدة أخبار اليوم ورئيس تحرير أخبار الغربية، اللي بيشرفنا أول مرة معانا في بصبح عليك. برحب بحضرتك يا أستاذ سامي في هذه الحلقة. أهلا بحضرتك وأهلا ببرنامجكم الجميل، وبصبح عليك وبنصبح على مصر الغالية علينا كلنا، اللي بنتمنى من المولى عز وجل أن تكون أمانا رخاء سخاء يا رب العالمين بإذن الله. بإذن الله. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على مشاهدينا. وفاصل، وبعد الفاصل معايا طبعا مجموعة من الجرايد فيها عدد كبير من الأحداث اللي بتمر بيها مصر في هذه الأيام. من خلال نقاشنا لهذه الأخبار هنكون أو هنحاول ان احنا نعمل بانوراما على أهم الأحداث ونقاش على هذه الأحداث المتتالية المتلاحقة وإلى أين ستصل مصر في القريب العاجل. إليك يا خير الرجال، يا رمز الكفاح والنضال، يا فخر البطولة والفداء، يا سخي البذل والعطاء، يا شهيد الوطن عبر الأزمان، يا ابن مصر البار، يا صادق الوعد، يا قوي العزم. يموت 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 يموت. الدم ده دمي واللون ده من طيني، الدم ده دمي واللون ده من طيني، والحضن ده لأمي والنيل دموع عيني. الدم ده دمي واللون ده من طيني، الدم ده دمي واللون ده من طيني، والحضن ده لأمي. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ ذنبه ايه بس؟ ذنبه ايه بس؟ سايب الطفلتين 8 سنين و6 سنين وبقى حامل، حرام عليك. يا نخلتي حن في الظل غطيني،
حسبي الله ونعم الوكيل في كل عقل دبر وفكر وفي كل ايد نفذت وسالت نقطة دم مصرية على الأرض. حسبي الله ونعم الوكيل. ابتدي مع حضراتكم بجريدة اليوم السابع واستشهاد ضابط الأمن الوطني العقيد محمد مبروك بيكشف قائمة اغتيالات لضباط ملف الإرهاب. الببلاوي وإبراهيم وبوعيطة ومحلب يتقدمون الموكب الجنائزي. شهود عيان إطلاق 14 رصاصة منها 7 اخترقت جسد الضابط الشهيد بعد مطاردته. هل استشهاد الضابط هو اللي بين قائمة الاغتيالات؟ يعني احنا ما كناش عارفين بقائمة الاغتيالات قبل ما يغدروا بهذا الضابط المسؤول عن ملف قضية التخابر الخاصة بمحمد مرسي اللي بيحاول دلوقتي من وراء القضبان انه يدعي او حاولوا بيدعونا ان هو مختل عقليا. حاجة غريبة جدا. استاذ سامي انا مش عايزه اكون قاسيه الا انه فكره انه انا سمعت على الفكره بالامس كلنا الحقيقه قاعدين بنتابع الاخبار لما اسمع مسؤول في وزاره الداخليه يقول اصل احنا مش معقول هنحط على كل ضابط يامنه. الجمله الحقيقه هي استفزتني. دي نقطه. وبعدين هو ده ضابط مسؤول عن قضيه مهمه، اذا هو مستهدف. ما هو مش كل الضباط مستهدفه كده بشكل عام، في مجموعه ضباط مستهدف. ده مستهدف يعني ايه ما امنوش؟ هل ده اهمال من الدوله ولا من جهاز وزاره الداخليه ولا هو مش هقول بقى دي شطاره من الاخوان المستفيدين من مقتل هذا الضابط ولا هي خيانه؟ ما انا عشان اوصل برضو للاسم وعنوانه وتحركاته ومكان بيته في خيانه من داخل وزاره في اكيد افراد. الحكايه الموضوع في مجمله ايه يا استاذ سامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الموضوع اكيد هناك تقصير من وزاره الداخليه من المسؤولين عن الامن العام وخاصه امن الدوله، لان من يشترك في هذه المسائل من الضباط لابد ان هم يكونوا مؤمنين تأمين كامل على الأقل بالسرية التامة. كون ان يتعرف تحركات المقدم محمد مبروك ده يعتبر خلل أمني في المنظومة. كمان في حاجة مهمة دايما أنا كنت بتكلم عليها في مقالاتي، بقول ان لابد من تطهير المؤسسات الحكومية ككل من عناصر الإخوان المسلمين اللي بتغلغلهم في خلال العام اللي تولى فيها الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في مصر. كل المؤسسات في مصر بها تنظيمات من جماعة الإخوان المسلمين بينقلوا الأحداث، بيحاولوا يعرقلوا مسيرة التنمية اللي يعني أتت ثمارها في الشهور الماضية. صحيح هي ليست بالقدر الكافي، ولكن هناك بالتأكيد استقرار أمني لابد ان احنا نشيد به، لكن في نفس الوقت كمان لازم نطهر المؤسسات دي كلها من جماعه الاخوان المسلمين اللي تغلغلت حتى في الكنترولات في التربيه والتعليم في يعني في ناس ممكن احنا على الشاشه طبعا صوره لام الشهيد الله يكون في عونها الحقيقه، الله يكون في عون الاسره واسر كل الشهداء، يعني ابنائنا واخواتنا واهلنا وحبايبنا. كل يوم واحد فيهم هو بيأدي واجبه، هو كرجل شرطه هنا بيأدي واجبه المنوط بيه واللي حلف عليه القسم بعد ما اتخرج من كليه الشرطه. هو ما بيعملش حاجه غلط، انما عشان خاطر مجموعه جماعات ارهابيه كلها تنتمي في النهايه للاخوان المسلمين ايا كان مسماها، قسام، قاعده تكفيريه وما الى اخره، كلها وجوه لعمله واحده. عشان خاطر مجموعه موجوده داخل مصر وتغلغلت في فترة وجود مرسي في أثناء الحكم وتم تغذيتها بكم من الأسلحة غير عادي من عدد من الدول اللي بيهمها إشاعة الفوضى في مصر وبتأسس طابور أو أسست طابور خامس كبير بيحاول إن هو يدمر كل نقطة ناخدها للأمام أو كل نقطة إيجابية. يعني ده مش ممكن. إحنا في إيه؟ إحنا إيه اللي بيحصل ده؟ إزاي؟ عشان كده يا أستاذة أميرة دايما اقول ان الايادي المرتعشه لا تصنع قرار.
لابد ان احنا نكون حاسمين وناخد قرار ونفعله. بتسعى قوي الحكومه لما نقول عليها ايادي مرتعشه، ده يمكن ملهاش ايادي اساسا. للاسف الشديد في بعض الوزارات اشتغلت وكان لها نتائج ملموسه، لكن في وزارات اخرى عرقلت عمل الوزارات اللي هي بتعمل. يعني في ناس عايزه تشتغل وفي ناس عايزه تعطلها وفي ناس عايزه تعطلها. لكن انا مش حاسس ان بعد ثوره 30 يونيو ان اتت حكومه تعبر عن ثوره 30 يونيو بما يعني دي نقطه هنكملها، يعني هنتكلم فيها على فكره استاذ، مش هنهملها نقطه الحكومه، بس عايزين احنا معانا على فكره جزء من لقاء والده الشهيد العقيد محمد مبروك هنشوفه مع حضراتكم ونرجع نكمل كلامنا. طيب لحد ما يجهز التقرير عايزه اكمل برضو نقطه الدماء، نقطه الدماء اللي بتسال في الوقت الحالي، وهي حوادث القطارات. يعني الحقيقه في المصري اليوم لما كاتبه ليله الاهمال والارهاب والدماء 27 قتيلا و30 مصابا على قضبان دهشور، ده العنوان في المصري اليوم النهارده. المسا بقى لما جت تتكلم على موضوع الدماء بقى اللي بتسال بمناسبه القطارات، وكمان على فكره وزير النقل هو ما بيتكلم لما يكون في حادثه قطار تلاقي وزير النقل بيتكلم، لكن في كمان وزراء النقل السابقين لما كانوا بيتكلموا على انه العبارات كمان كارثه كبيره، بس مستنيين بقى عبارات كمان تغرق عشان نبتدي نتكلم. بس هنخلي كلامنا في موضوع حادثه القطار، بس احنا حاجزين دلوقتي جاهزين بالتقرير الخاص بوالده الشهيد المرحوم نقيب العقيد محمد مبروك، هنشوف ونرجع نكمل كلامنا على مسلسل الدماء في مصر حاليا. الوحيد اللي ما فيش غيره بنت ولا ولد، كلنا ولاد، ما فيش غيره، احنا كلنا ولاد، غيره بنت ولا ولد، كلنا ولاد. هو اللي كان بيسأل عليا، هو اللي كان بيجيني، هو اللي كان لما معايا يجيني يقول لي سلامتك يا ماما، وياخدني يوديني للدكتور ويجيب لي العلاج. مين بقى يوديني يا ابني؟ بهذه الكلمات المؤثرة لوالدة الشهيد البطل محمد مبروك يعجز اللسان عن الكلام. جنازة عسكرية وشعبية مهيبة للمقدم محمد مبروك محمد، المسؤول عن النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني. الشهيد هو الابن الوحيد لوالديه، ولديه 3 من الأبناء، مايا 11 سنة، زينة 7 سنوات، وزياد 5 سنوات. اشتهر بالكفاءة والأخلاق والتفاني في العمل، كان المثل والقدوة للكثير من الضباط والافراد والجنود. ايه اللي خلاك تتكلم دلوقتي يا عبد الله؟ قال لي ازاي محمد؟ قلت له الحمد لله كويس. قال لي طب كلميه كده، قلت له يا لهوي يبقى جرى له حاجه، يبقى جرى له حاجه يا عبد الله. قال لي لا ما جرالوش، بس روحي كلميه. رحت كلمته، رد عليا زميله قال لي طب بعد شويه يا حاجه اتصلي وانا هكلمك هبقى اقول لك. قلت له محمد مات؟ قال لي لا ما ماتش. قلت له لا مات، قلت له لا مات، قلت له لا مات. قالوا لي بقى انه مات، قالوا لي اني مات، قالوا لي اني مات، قالوا لي اني مات. مش رصاصه ولا 2 ولا 3. انا مش عارفه ذنبه ايه ضابط الشرطه انه بيأدي واجبه. يعني ايه الذنب اللي اقترفه عشان هو بيأدي واجبه يبقى يتقتل من شويه جماعات ملهاش اي مبدأ ولا ليها اي دين ولا ليها اي عقيده؟ ذنبهم ايه ولاده ان هم يتيتموا؟ يعني شهداء من الشرطه وشهداء من الجيش وشهداء من المواطنين العاديين وما يهمهمش، هم عايزين ينفذوا العمليات اللي بننفذوها بقى. مش مشكله بقى، يعني اي حد يموت اي حد يتقتل يروحوا في 60 داهيه، دي مش مشكلتهم. مشكلتهم ان هم ينفذوا المخطط بتاعهم، وفي النهايه بيتكلموا باسم الدين. اي دين؟ هو يعني ليس من حقهم ابدا ان هم يتكلموا باسم الدين. الدين لا يعرف عنف، الدين لا يعرف قتل، الدين لا يعرف سال الدماء.
لكن هم بعيدين كل البعد عن الدين. وللأسف الشديد يعني لغاية الآن لم نسمع حكم رادع لكل هؤلاء. يعني أكيد هم بيعملوا كل الحاجات المشينة ديت أكيد في غياب القانون، لأن القانون لو بيفعل وبسرعة هيكون رادع ولكل من تسول له نفسه ان هو يرتكب مثل هذه الآثام. لكن انا عايز اقول ان من هم ضباط الشرطه؟ هم اولادنا، هم ابهاتنا. ما استوردناهمش يعني لم نستوردهم، مش مستوردين يعني. وناس بتدافع عن الوطن وبتدافع عن امننا. يعني تخيلي احنا لو تعرضنا لاي حادث النهارده مين هيدافع عننا؟ مين هنلجأ ليه؟ هنلجأ للشرطه، لان احنا ما عندناش ملاذ اخر غير الشرطه. عشان كده لازم الشعب يتكاتف مع الشرطه، لان بدون التكاتف مع الشرطه مش هتقدر تقاوم، وهتتقاوم لغايه امتى؟ يعني فكره ان انا اشوف حاجه بتحصل في الشارع كده انا كمواطن اقول وانا مالي؟ لا، لازم نكون ايجابيين. يعني اقول وانا مالي؟ لا يعني انا يعني ازاي؟ يعني انا مش قادره افهم. يعني ما لازم اكون برضو ليه تصرف ايجابي اساعد يعني. بالظبط، لازم المواطن يكون له دور. وعلى فكره برضو بالمناسبه ده لسه اخر خبر جاي انه مجهولين 2 مجهولان بيطلقوا النار على كنيسه ابو سيفين في كفر الزيات هنا في محافظه الغربيه، واصابه الشرطيين طبعا المكلفين بحراستها. وعلى فكره يعني احنا لما نيجي نشوف كده الكنايس متامنه ازاي بنلاقي يعني رجل شرطه 1 أو 2 يعني قاعد وله كشك صغير كده قاعد فيه. الجديد بقى اللي احنا شايفينه الفتره دي ان هم عملوا شويه رمل كنوع من التأمين، يعني زي دشمه كده صغيره عشان يستخبى فيها، لكن هو مش هيستخبى ولا حاجه، بس يعني هيعمل ايه ويتصرف ازاي لما يجي 2 مجهولين ويطلقوا النار. احنا معانا زميلنا ايهاب سعيد في الغربيه. صباح الخير يا ايهاب. ايهاب انت سامعني؟ طب هنحاول نتصل بايهاب تاني عشان نشوف اخبار محافظه الغربيه ايه. وعايزه اتكلم على مسلسل الدماء واتكلم حادث ما هنا بس هنتكلم فين. كل الاحداث للاسف الشديده في مصر فيها دماء، فيها شهداء، يعني أنا مش عارفه. يعني هنتكلم على حادث دهشور، حادث القطر. احنا كلنا شفنا السيد وزير النقل وهو بيتكلم انه الخطا انه كانت اجهزه الانذار بتعمل في مكان المزلقان والدنيا كانت زي الفل وتمام، انما للاسف العربيتين اللي كانوا جايين والقطار يعني اصطدم بيهم هم اللي غلطانين. نيجي بقى هنا نشوف عمال المزلقان قالوا ايه، والخبر مكتوب في جريده المسا تحت عنوان: وانكشف المستور في حادث دهشور، عاملة المزلقان كذب وزير النقل ورئيس السكة الحديد. قال للنيابة: فوجئنا بالقطار ولم نتلقى إشارة بوصوله. المصابون قالوا: حاكموا القيادات الفاسدة ولو مرة واحدة. من نفسنا تتحاكم القيادات الفاسدة ولو مرة واحدة يا أستاذ سامي. ولاد سميرة، يعني احنا كلنا لاحظنا ان دايما كل المسؤولين لما بيقع الخطر بنبتدي نعرف اسمائهم، بنبتدي نعرف بيتكلموا بيقولوا ايه، لكن احنا ما سمعناش على تطوير للسكة الحديد، ما سمعناش مشروعات يعني تهم امن السكة الحديد. دايما يكون كلام كل المسؤولين بيكون رد فعل. طب اقول لحضرتك كمان ما بيكونش فعل. يعني اقول لحضرتك كمان حاجات خاصه بوزير النقل برضو في الصفحه 5 عفوا لجريده المسا النهارده كاتبين: الاهمال يتواصل بعد 24 ساعه فقط من الحادث، وسياره نقل تقتحم مزلقان ابو مشهور في المنوفيه. قبل حضرتك دخلنا من دهشور لابو مشهور في المنوفيه، وهكمل بس زميلنا ايهاب سعيد جه معانا على التليفون. صباح الخير يا ايهاب. صباح الخير يا امير. ايه الدنيا عامله ايه النهارده في محافظه الغربيه وايه الاخبار؟ يعني في خبر خاص بمجهولين بيطلقوا النار على كنيسه ابو سيفين في كفر الزيات. بالامس كان في مشكله في قريه كتامه بعد قرار سيد محافظ الغربيه بانشاء منطقه صناعيه في كتامه. الدنيا فيها ايه دلوقتي يا ايهاب؟ بالفعل بالامس يا اميره
تم اطلاق النار من قبل مجهولين على كنيسه ابو سفين كفر الزيات، ادى الى اصابه شرطيين وتم نقلهم الى المستشفى سريعا وجاري تعاقب الجناه. بالامس ايضا كان يوجد المنطقه الصناعيه في كتامه في مدينه بسيون، وتم من قبل بعض المواطنين والنجارين القاطنين بقرية كتامة تم قطع الطريق واشعال النيران واشعال عجلات الكاوتش على الطرق السريعة، مما ادى الى بعض المناوشات ما بين اهالي القرية، وتدخل برضو عنصر من عناصر الاخوان برفع درجة الإثارة من ناحية المواطنين، مما أدى إلى اقتحام المجلس المحلي أو محاولة اقتحام المجلس المحلي بقرية كتامة. بالأمس كان يوجد مع السيد محافظ الغربية اجتماع من بعض المواطنين بقرية كتامة لحل هذه المشكلة. يعني تم حلها ولا لسه الطريق مقطوع؟ جاري حلها ان شاء الله، وتم الاتفاق مع السيد المحافظ مع بعض الاهالي من قريه كتامه، وتم الاجتماع بهم بالامس. بالفعل النهارده اميره طبعا ذكرى محمد محمود، ذكرى محمد محمود. حاليا يوجد منذ الامس بعض اللافتات وبعض اليوفط الخاصه بالتأييد على القوات المسلحه وتأييد الشرطه. طبعا في بعض من القوى السياسيه قررت النزول من خلال مسيرات بالشوارع والميادين لاحياء ذكرى محمد محمود. على صعيد اخر قرر جماعه الاخوان النزول واقتحام الميادين وخصوصا ميدان التحرير والميادين الاخرى بالمحافظات، ويوجد مجموعه اخرى قررت عدم النزول لعدم اراقه الدماء. الوضع الان حاليا يمكن هيبقى احتفالي اكثر منه باذن الله هذا اليوم. طبعا يوجد شاشات عرض في جميع الميادين في المحافظات وفي القرى لنقل مباراة مصر وغانا في الميادين، وذلك لدعوة لنزول المواطنين والتواجد في الميادين اليوم احتفالا واحياء لذكرى محمد محمود. إيهاب شكرا ليك، شكرا جزيلا، صباح الخير عليك. وأكمل مع ضيفي الكريم أستاذ سامي يعقوب صحفي بجريدة الأخبار. أكمل بقى إيه السيد وزير النقل وتطويره لمنظومة النقل، يعني ده هو كان عمل حاجة. في كمان وزير النقل بيقول ايه؟ بيقول في برضه الصفحه رقم 5 في جريده المساء، بيقول انشاء كوبري علوي فوق خط السكه الحديد قبل يونيو القادم. يا الحقيقه كتر الف خير صراحه، هو لسه فاكر الموضوع ده. وتوقيت امتى؟ بعد ما بتحصل مصيبه لازم استنى المصيبه، ده كمان عشان يهدئ الراي العام. لا ده احنا كمان عايزين نشوف مؤتمر صحفي له بقى ان شاء الله عشان نشوف ويا ريت المؤتمر الصحفي يكون فيه بقى 2 عمال المزلقان وفي السيد وزير النقل والسيد رئيس هيئه سكك الحديديه، دول بيقولوا احنا ما حدش بلغنا بوصول القطر، وهو بيقول لا ده الدنيا كانت زي الفل وتمام، بس السواد. بس انا على فكره برضو انا عارفه ان في اهمال من السائقين واهمال من الناس، وبرضه بيستهتروا بانه في قطر جاي او بالانذار او الجرس اللي بيسمعوا عند المزلقان. في ناس عندها اهمال، بس ده ما يمنعش انه السيد وزير النقل برضه واضح ان هو في اتجاه واللي بيحصل في اتجاه تاني خالص. يعني على فكره برضه دكتور احمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الحقيقه قال 5000 جنيه للمتوفي و2000 جنيه للمصاب. يا بلاش، يعني كتر الف خيرك. شوف بقى حضرتك هتعلق على الحاجات الجميله دي ازاي؟ يعني المواطن المصري يساوي 5000 جنيه. يا بلاش يا بلاش يا بلاش والله. يعني مش عارف انا اقول لغايه امتى، يعني ما في حاجات بتبقى احنا لغايه امتى هنتنينا في المسلسل ده؟ ده هو لسه عايز يعمل كوبري، كتر خيره الحقيقه. يعني مش هي المزلقانات دي مش ممكن يتعمل لها، يعني ما فيش اي اختراع يتعمل للمزلقانات دي عشان يمنع طفل يعدي، ست كبيره بتعدي، رجل ضرير بيعدي، اي حد ما فيش. يعني هي المشكله بقى في العربيات بس، ما في البني ادمين كمان. لازم يكون في تامين يا جماعه، لازم يكون في تامين كامل للمزلقانات. والله كمان انا عايز اقول كمان لوزير النقل ان لابد من الاهتمام بوسائل النقل الاخرى.
مش بس القطارات بس اللي هي محتاجة اهتمام، لكن كل وسائل النقل الأخرى بتحتاج لوقفة. المواقف تحتاج لوقفة، الأتوبيسات تحتاج لوقفة، الميكروباصات تحتاج لوقفة. احنا بصراحة يعني عايزين مواطن بجد يحس بهموم المواطن في مصر. ما نقدرش نقول حاجة في ده الحقيقة. عايز ارجع قبل ما ناخد فاصل عشان يعني شوية نقدر نسيطر على الأمور. في اليوم السابع في الصفحة الأولى عمر سليمان يكشف أسرار صندوقه الأسود عن الإخوان ومبارك في أخطر تسجيل صوتي أثناء الثورة. عمر سليمان يقول: أنا بذلت مجهودا جبارا لجمع إرهابي القاعدة لكنهم هربوا في اقتحام السجون، وهناك دول تتدخل بالسلاح لنشر الفوضى. مش دول بتتدخل بالسلاح، ده أجهزة استخباراتية الحقيقة بتعمل بأقصى درجات يعني النشاط الحقيقة، لدرجة انه خلت السياسيين في مصر بتختلط عليهم الأمور زي ما حصل كده في محمد محمود. يا أستاذ سامي، اختلط الأمر على حتى الخبراء في مجال السياسة، الناس السياسيين اللي بجد، مش الناس اللي بتدعي انها نخبة بتتكلم في السياسة، لا، ناس فعلا اهل السياسة اللي بجد اختلط عليهم الامر، ما بقوش عارفين مين اللي بيموت مين في محمد محمود. في اللي بيقول لا ده الشرطة كانت بتقنص الثوار، وفي اللي بيقول زي كمان زي الاخوان نفسهم في الوقت ده كانوا بيقولوا ده مجموعة من البلطجية موجودة في محمد محمود. يعني احنا سمعنا آراء وشفنا حاجات. والله يا أستاذة أميرة، منذ بداية الثورة حتى الآن سمعنا كلام كتير وسمعنا اتهامات كتيرة، لكن الحقيقة الثابتة اللي بدت واضحة لينا كلنا أن مصر تتعرض لمؤامرة كبرى سواء من الداخل أو من الخارج. وعشان يعني نستوقف هذا العدوان على مصر سواء من الداخل أو من الخارج، لابد أن احنا نفعل القوانين ونفعلها بحسم وبقوة وبسرعة حتى لا تضيع مصر. يعني ذكرى محمد محمود هي ذكرى يعني كلنا بنتذكرها، ولكن فما الداعي ان احنا ننزل ونتحرش بالشرطة؟ فما الداعي ان احنا نعلق لافتات مسيئة لقواتنا المسلحة ومسيئة لكل افراد الشعب؟ لما يجي ثوار بيدعوا ان هم ثوار ويعلقوا بلافتة ويقولوا ممنوع دخول الفلول، ممنوع دخول الاخوان، ممنوع دخول العسكر، من يدخل؟ فأصبحنا في حاجات كتيرة محتاجة لإعادة نظر، وعشان يكون فيها إيجابية وكل الظروف دي لابد يا أستاذة أميرة، لابد إن احنا نقف يد واحدة مع قيادتنا الموجودة حاليا وهي القوات المسلحة والشرطة حتى نستطيع أن نخرج من الكبوة. أنا بعتبر أن مصر بتتعرض لكبوة كبيرة لن تمر إلا بتكاتف الشعب المصري كلنا حوالين القيادة، لأن دايما أنا كنت بكتب في مقالاتي بقول أن الأيادي المرتعشة دائما لا تصنع قرار. طول ما احنا إيدينا بترتعش في القرار، طول ما احنا مش هنعرف نقدر ناخد القرار الصائب اللي يهم أمن المواطن. احنا بقالنا 3 سنوات أو 4 سنوات احنا بنتكلم، لكن على الأرض مفيش تفعيل. فين وزارة الزراعة؟ فين وزارة الاقتصاد؟ فين يعني وزارات كتيرة ما شفناش لها عمل ملموس على الأرض يهم المواطن. الأسعار زادت 5 مرات في مصر، ومع ذلك الضحية دائما هو المواطن في أمنه، المواطن في غذائه، المواطن في أموره الحياتية كل يوم. نتمنى ان احنا نعود سريعا بتفعيل القانون وبحسم. هخرج لفاصل نتعرف من خلاله على درجات الحرارة، وأعود مرة تانية مع ضيفي الكريم صاحب الأستاذ سامي يعقوب، صحفي بجريدة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة أخبار الغربية الإلكترونية. فاصل وارجع مع حضراتكم.
مشاهدينا برجع مرة تانية مع حضراتكم وتحليل لأهم الأخبار موجودة بصحافتنا اليوم مع ضيفي الكريم صاحب الأستاذ سامي يعقوب ومن جريدة المصري اليوم على الصفحة رقم 3. خبر لطيف الحقيقة قوي، بيقول خلافات عنيفة بين البيت الأبيض والخارجية الأمريكية حول التعامل مع مصر. نيوزويك بتكشف عن الصدام بين كيري ورايس، والصدام أصبح علنيا، والبيت الأبيض أصر على وقف المساعدات رغم المعارضة. إيه تعليق حضرتك على الخبر اللطيف ده؟ والله الولايات المتحدة الأمريكية دايما بتلعب على الحصان الرابح. شوفوا الحصان الرابح رايح فين؟ عشان مصلحتها هي. عشان مصلحتها هي كده. هي كانت في وقت من الأوقات كانت مع الإخوان. النهاردة مصلحتها إن هي يعني تجبر الحكومة الحالية وتجبر السياسيين في مصر على تقبل الوضع اللي هي عايزاه هي. طيب هنكمل كلام في النقطة دي، معانا زميلتنا نادية النادي من المنصورة. صباح الخير يا نادية. صباح النور أميرة. أخبار المنصورة إيه؟ دايما المنصورة فيها حركة كبيرة وفيها يعني كرات لهب كتيرة. اتفضل يا نادية. نعم المنصورة يعني نعتبر نقول إيه يعني حراك سياسي كل يوم، ويعني تداعيات وأحداث. النهارده طبعا يعني في استعدادات أمنية مكثفة، دفع تشكيلات حول جامعة المنصورة وكافة الأماكن الحيوية تحسبا لأي أحداث قد تحدث. ايضا انت عارفه ان عشان ذكرى محمد محمود 6 ابريل اليوم اعلنوا ان هم يعملوا وقفه الساعه 12 امام مديريه الامن لاحياء ذكرى شهداء محمد محمود. اضيف الى ذلك ان مديريه الصحه استعدت من خلال مستشفياتها بتوفير كافه المستلزمات وتوفير سيارات الاسعاف تحسبا لاحداث الشغب. اما الان يعني لو بصينا للحياه اليوميه هي مستثمره في كافه المصالح الحكوميه، العمل يعني كالمعتاد، المدارس، الامور طبيعيه جدا. الجامعات يا ناديه، الجامعه في المنصوره اخبارها ايه؟ الجامعه تعمل، لكن هناك لو بصينا للجامعه هناك يعني عدد من الطلاب كثيرين يحضرون السكاشن والمحاضرات، ودائما الفعاليات التي دعا لها طلاب جامعه المنصوره دائما تاتي بعد صلاه الظهر. اليوم هناك دعوه داخل جامعه المنصوره تطالب يعني كانوا اعطوا مهله لرئيس الجامعه لاخراج زملائهم المعتقلين. فهم اليوم يعني مين اللي اعطى المهله؟ ناديه مين اللي اعطى المهله؟ الطلاب المتظاهرين انصار خلينا يعني طلاب الاخوان انصارهم يعني من يناصرونهم. صحيح. يعني ليسوا هم فقط، هم من يناصرون لان هناك بعض زملائهم تم القبض عليهم في الاحداث الاخيره. الثلاثاء الماضي كان هناك 23 تم القبض عليهم، منهم 3 فتيات. فهناك طلاب كليه الاداب وطلاب الكليات التي تم القبض على طلاب منهم ينظمون هذه الوقفه. كان هناك اول امس كان هناك وقفه محاصره لاداره جامعه المنصوره وتظاهره من اتحاد الطلبه. حتى الان طبعا الفعاليات لم تبدا، لكن يعني اليوم طبعا ننتظر في احداث لا نعلم ماذا ستكون. لا ان شاء الله تكون خير باذن الله. ناديه انا بشكرك جزيل الشكر، شكرا ليك يا ناديه. نكمل كلامنا في نقطه المصلحه الامريكيه في الشان المصري. والله المصلحه الامريكيه ان هي تكون دورها متوازن، لكن ما نراه الان هو ليس دور متوازن بأي حال من الأحوال، بدليل الأموال المتضخمة اللي بتضخها في مصر لنصرة الطابور الخامس ونصرة تيارات وحركات شبابية بتخدم المصالح الأمريكية، بيمدهم بالأموال من خلال الجمعيات الأهلية اللي للأسف الشديد هناك غياب الرقابة في الدولة على هذه الجمعيات. عشان كده احنا بنشوف حركات وتلافات دايما حركات ما فيش وراها حاجه تعملها غير انها تعطل سير الابحاث في مصر فقط. العمليات زي برضه طلاب الجامعات اللي بينتموا لجامعات الاخوان واللي بيناصروهم، زي ما زميلنا نادية قالت، اللي هم همهم ان هم يعطلوا العمل او يعطلوا التعليم. الطلبه رايحه عشان تتعلم، مش عارفه رايحين عشان يتظاهروا ولا عشان يقتلوا ولا عشان يرهبوا ولا عشان يعملوا ايه بالظبط. ما انا مش فاهم.
وكمان لابد للجامعات كمان يكون في وقفه حاسمه مع الطلاب الاخوان اللي هم بيثيروا الشغف. كل من يثير الشغف في مصر. طب انا يعني معلش استاذ سامي، يعني انا هعمل وقفه حاسمه ازاي اذا كان السيد حسام عيسى وزير التعليم العالي لسه مش عايز برضه حرس جامعه؟ بيقول لك اصل التاريخ والفكر والموروث الثقافي عن الحرس الجامعه وحش. ايه وحش وايه حلو؟ يعني انا دلوقتي في مرحله عايزه يكون عندي نوع من الحسم، ولا في موضوع حلو ووحش وموروث ثقافي واصل احنا ما بنحبش حرس الجامعه ومبسوط هو من اللي بيحصل دلوقتي؟ انا مش عارفه. ما هو ده الطابور الخامس. لا اله الا الله. طيب على فكره في خبر برضو كمان في اليوم السابع، تجدد الهجمات الارهابيه بسيناء، اصابه 3 جنود في انفجار، عبوه ناسفه طبعا، وهجوم باسلحه اليه على قوات منطقه الجوره. سيناء دي فيها حرب، في حرب بتقاوم الارهاب دلوقتي في سيناء. الجماعات دي والمجموعات دي النهايه معاهم هتكون ايه يعني؟ والله كان الله في عون القوات المسلحه حقيقه يعني، والجيش، لانها يعني بتقاوم ناس ارهابيين بيتلقوا اموال وبيتلقوا اسلحه وبيتلقوا دعم خارجي ودعم داخلي. كان الله في عون قواتنا المسلحه. جريدة الأخبار فيها مجموعة أخبار مختلفة الحقيقة. في الصفحة رقم 3، مجلس تنفيذي لتنمية إقليم قناة السويس، توجيه جزء من دخل القناة لصندوق تمويل البنية الأساسية للمشروع. عايزين نفهم مشروع تنمية إقليم قناة السويس لازم يطرح للحوار المجتمعي عشان الناس تبقى فاهمة كيف سيتم تطوير وتنمية هذا الإقليم، وقد إيه هيدر عائد كبير على مصر. الناس لازم تبقى فاهمة، ويكون في نوع من الشفافية بين المسؤولين وبين المواطنين، عشان الناس لازم تبقى عارفة وفاهمة. كمان عندنا من نفس الصفحة، شركات الحديد تتحدى الحكومة 500 جنيه زيادة في سعر الطن ونقص حاد بالأسواق. ده يتطابق تماما مع كلام حضرتك أستاذ سامي في مسألة أنه يد الحكومة يد مرتعشة. يعني تخيل أنه الشركات بتتحدى الحكومة، ده موضوع يعني إيه ده؟ إزاي يعني كده؟ إزاي أنا كشركة أتحدى قرار الحكومة؟ أمال أنا هحترم مين؟ يبقى انا عايشه في دوله شكلها ايه؟ ما هو استاذه اميره، هو احنا بنحارب في مجالات كتيره قوي. لابد ان كل الوزارات اللي هي يداها مرتعشه وبتعرقل عمليه التنميه لابد ان هي فورا ان هي تطهر. ايوه، دايما احنا بننادي بتطهير المؤسسات وتطهير الوزارات من الطابور الخامس من اي شيء يعرقل عمليه التنميه في مصر، لان احنا في مصر محتاجين التنميه. لن تخرج مصر من كبوتها الا بالتنميه في يعني لازم كل نشتغل، الوزارات، ولابد ان احنا نشتغل. لازم يكون عندي حكومه، لازم يكون عندنا حكومه قويه ولديها استراتيجيه. هي الحكومه الحاليه هي مش عارفه، هي عندها اعتقاد انها حكومه كده يعني انتقاليه. لا، ما هو ما يعني ينفعش وانا كل ما تيجي حكومه اولاد انت انتقاليه تقعد بقى وما تعملش حاجه. لا، احنا محتاجين حكومه تضع خطط استراتيجيه، والحكومه اللي تيجي بعديها تكمل. مش هنقعد احنا كل مره نجيب حكومه نقطه ونيجي من اول السطر، تيجي وزاره او تيجي حكومه جديده نبتدي تاني من جديد ونقول ان الوزاره اللي فاتت يعني نهدم اللي فات ونبتدي تاني من جديد. احنا امتى هيكون عندنا تخطيط والتخطيط ده ينفذ وتيجي وزاره تكمل ورا وزاره؟ طيب ننتقل مع حضرتك لأخبار لجنة 50. جريدة الأخبار كاتبة ماراثون الساعات الأخيرة في 50 تمهيدا لإعلان المسودة الأولية، إقرار مواد السلطة القضائية واتجاه لإلغاء العمال والفلاحين، التأديب لمجلس الدولة وتوقيع الجزاءات للنيابة الإدارية وتسوية المنازعات لقضايا الدولة. ده اللي مكتوب في جريدة الأخبار. إنما بقى اللي مكتوب في الميسا طبعا لأنه هو الأحدث وآخر حاجة، مفاجآت لجنة 50 إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد. 32 عضوا وافقوا على الإلغاء و6 رفضوا، الإبقاء على مجلس الشورى والانتخابات بالنظام الفردي الأقوى. داخل لجنة 50 يا أستاذ سامي في معركة، في البعض بيحاول يعمل او بيدعي ان في نزاع، او انه بيحاول انه يخلي فئات، كل فئه داخله عايزه مصلحتها. هو الدستور خاص بمصالح فئه؟ يعني هو خناقه ولا هو في ايه بالظبط؟
ولا لازم نكون متوافقين كده ومتفقين عشان نبتدي نشتغل وننتج؟ هو الدستور هو معروف ان هو ابو القوانين. الدستور اللي احنا شايفينه النهارده بيضع خبراء في لجنة 50 وفي لجنة 10 توصلوا يعني دستور من وجهة نظري هو دستور جيد. اما حته نسبه ال 50% عمال وفلاحين احنا هي دي كانت مفاجاه، لكن احنا شفنا في الانتخابات البرلمانيه اللي فاتت كلها لما حد بيدخل يعني فلاحين ويلاقي ان في عنصر قوي اقوى منه في الفلاحين فيروح قالب لفئات. يعني احنا هم مش عارفين يحلوها ازاي فراحوا لاغيين النسبه فلغوه. طب ما كان يمكن تقنين صفة الفلاح وصفة العمل. على فكرة احنا حلقة الاسبوع الماضي والاسبوع اللي قبله الثلاث اللي قبله كنا بنتكلم على الموضوع ده. يعني فكرة ان انا لغيت كده ال 50% كده مرة واحدة دي هتكون ازاي؟ والفلاحين والعمال اللي بيمثلوا اكتر من 70% من الشعب المصري كيف سيتم تمثيلهم داخل البرلمان؟ لا هو يمكن تثبيت النسبة ووضع نسبة معينة للعمال وبالنسبة للفلاحين. لكن في حاجة تانية كمان اللي هي الأخطر من كده اللي هي النظام الفردي ونظام القائمة. النظام الفردي بتتزعمه تيارات وحركة تمرد ويعني أحزاب وليدة نشأة صغيرة. وإنما القائمة هتلاقي جبهة الأنقاذ بتتبنى وجهة القائمة. معلش ما هو الفردي ده لمصلحة حد معين والقائمة دي لمصلحة حد معين. فإحنا لإمتى هنشتغل لصالح مصر؟ ليه دايما كلنا بندور على الصالح الخاص بينا؟ هو الدستور ده لصالح مصر ولا لصالح فئات معينه والمعارك اللي بتحصل واللي وسائل الاعلام بتظهرها داخل لجنه ال50؟ انا عايز افهم ولصالح مين هذا الاختلاف؟ طيب في خبر بقى برضو الاخبار اللطيفه الحقيقه في جريده المسا برضو. رئيس الاتحاد التعاوني يفجر مفاجاه: 500,000 فدان زراعي تآكلت وزحفت عليها المباني وما زالت تصرف الأسمدة. طيب كلامي للسيد رئيس الاتحاد التعاوني، هي دي مفاجأة ولا انت لما حسيت انه الفلاحين بتقول يا خلق هو مش عارفين ناخد الأسمدة اللي تكفينا من الجمعية الزراعية فقلت لهم اصل انا عندي مفاجأة انه في 500,000 اتأكلوا؟ طب وانت ما عرفتش المفاجأة دي الا لما اتكلموا في موضوع الأسمدة؟ هو ايه الحكايه يا استاذ سامي؟ من غير ما تضحك يعني اصل في هم كده بيضحك بشكل يعني يجنن. المشكله يا استاذ اميره ان مشاكل الفلاح معروفه من سنوات ومع ذلك لم يتخذ قرار لحل مشاكل الفلاح. السيد وزير الزراعه اللي موجود في الحكومه الحاليه مش اول مره على فكره يكون وزير زراعه، هل فكر انه يعمل استراتيجيه زراعيه؟ هل فكر في استصلاح أراضي جديدة؟ هل فكر في قرار حاسم بالنسبة للتعدي على الأراضي الزراعية في منطقة الدلتا؟ هل فكر ان هو زي ما قلت حضرتك كده ان يوقف البناء على الأراضي الزراعية؟ هل فكر انه يستصلح أراضي جديدة تكون عوضا على المساحات المهولة اللي بنيت في مصر؟ هل فكر في الانتاج الزراعي في مصر كيف ينميه؟ للأسف الشديد احنا بقالنا كتير بنتكلم احنا امتى هنشتغل، هي دي قضية مصر الكبيرة. احنا بنتكلم بقالنا كتير لكن امتى نشتغل؟ امتى يكون عندنا زيادة انتاج زراعي، انتاج امتى فكر في حاجة قبل ما تحصل مشكلة؟ بالظبط. يعني مثلا خبر مكتوب في صفحة 9 من المسا مثلا انه السيد وزير القوى العاملة قرر يدي 10 مليون جنيه لوبريات سمنود، لعمال وبريات سمنود. كان عندهم مشكلة كبيرة، عاملين وقفة يوم السبت الماضي عشان في متأخرات مادية ليهم. طبعا عملوا وقفة وكانت في مناوشات وفي وما إلى آخره من اللي بيحدث طبعا من الوقفات. طب أنا كوزير قوى عاملة ما أنا عندي خبر بالمشكلة دي، ما فكرتش بقى اديهم أنا ال10 مليون؟ ما ال10 مليون دول ظهروا دلوقتي لما حصلت مشكلة، وأنا ليه استنيت لما حصلت مشكلة؟ عشان احنا ما عندناش تخطيط، ما عندناش رؤية مستقبلية. لما يكون عندنا رؤية مستقبلية
نتجنب كل المشاكل والاخطار. لكن احنا دايما بتوع المشكله وبعدين ندور على حل، لكن ما بنشوفش المشكله فين ونحلها. لازم نستنى المشكله فين، مش كده؟ لا اله الا الله. يعني مش عارفه والله، دي مساله مبدا عندنا في مصر ولا ايه؟ والله مش هيتغير؟ لا ان شاء الله هتتغير، لان مصر دايما ان شاء الله هتكون دوله فتيه، وان شاء الله احنا مصر تعرضت قبل كده لمخاطر كتيره، والحمد لله بسواعد المصريين ان شاء الله نتغلب، لان مصر دائما في حراسه المولى عز وجل. لك يا الله يا مصركم الله يا مصريين بجد. يعني الحقيقه الاخبار من الصفحه رقم 7 بتتكلم بقى على موضوع مخطط الاغتيالات. عايز ارجع له تاني. مكتوب: الجماعه بدات تنفيذ مخطط الاغتيالات، خبراء الامن يدقون ناقوس الخطر ويتهمون الاخوان بالارهاب، ولا مصالحه مع جماعه تلوثت ايديهم بالدماء، والحكومه مرتعشه في مواجهه العنف. اصل مش ممكن يكون وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه مش عارفه موضوع مخطط الاغتيالات، مش ممكن. دي تبقى كارثه لوحدها، وعارفين هيبتدوا امتى. طب هنا بعمل ايه؟ انا بعمل ايه هنا بقى كوزاره داخليه، كتنسيق مع الاجهزه الامنيه المختلفه، كحكومه؟ انا المفروض بعمل ايه؟ والله يا استاذه اميره، انا رايي ان تعود امن الدوله مره اخرى، لان امن الدوله كان جهاز كان قوي، كان بيعمل. هل هناك دوله بدون امن دوله؟ لا يمكن، لا يمكن. هل ده كلام محتاج خبراء الامن؟ لا تعليق. هل ده كلام محتاج ان احنا نستغنى عن نقول قيادات امنيه هايله مستغنين عنها وبتعمل في دول اخرى دلوقتي وانا في امس الحاجه ليها؟ لا، وكمان كانت بتكشف الخطوره المستقبليه، وده كان عنصر من نجاح امن الدوله، انه دايما كان بيتحرك قبل الفعل، وهو ده اللي احنا محتاجينه النهارده. محتاجين النهارده نتحرك قبل، يعني دايما ما يكونش لنا بنجري ورا الفعل وبعدين نحل المشكله. لما نزل المصريين عشان يفوضوا الجيش والشرطه لمواجهه الارهاب، ليه اسمع رئيس الحكومه وعدد من وزرائه وعدد من رجال المستشارين المحيطين بالسيد رئيس الجمهوريه مستشار عدلي منصور بيتكلموا عن ما يسمى بالمصالحه مع الارهاب؟ يعني انا جيت قتلت حد من اسره حضرتك، انا خلاص، وبعد كده بقى انا عايزه اتصالح معاك. لا مصالحه في الدم. واحنا قلنا من بدايه الحلقه، احنا قلنا دايما احنا مشكلتنا الطابور الخامس، احنا مشكلتنا الوزارات اللي بتعرقل وزارات اخرى. لابد ان احنا نجيب حكومه تعبر عن ثوره 30 يونيو. احنا لما نزلنا في ثوره 30 يونيو ونزل الشعب وايد الشرطه وايد الجيش، لما حس بالمخاطر الجسيمه اللي بتحاك بالوطن، نزل بيدي تفويض للقوات المسلحه، بيدي تفويض للشرطه ان هي ترجع امن المواطن وترجع مصر كما كانت. لكن ما نراه هو اغتيال لثورة 30 يونيو في وزارات متعددة. يعني دايما يقولوا ايه؟ يعني الطابور الخامس متخصص في اغتيال ثورة 30 يونيو. بالظبط. تعتقد انه الملايين اللي نزلت هتسمح لاعداد محدودة لا يمكن انها تغتال احلامها؟ لا يمكن باي حال من الاحوال ان احنا يعني نسمح لان اي حد انه يغتال حلم المصريين في ثوره 30 يونيو اللي كانت الثوره الشعبيه اللي كانت فيها كل الفئات من الشعب. طيب عايزه اجي بقى للاخبار الرياضه. والنهارده ابتسمت النهارده 19/11 احياء لذكرى محمد محمود. جماعه الاخوان وبعض الحركات بتقول احنا هننزل في تظاهرات. كل ده معروف من فتره، ومع ذلك نلاقي انه اتحاد الكوره يختار يوم 19 برضو عشان تقام مباراه الاياب بين مصر وغانا. ممكن بقى حضرتك توضح لي ايه الموضوع؟ اختيار توقيت خاطئ جدا، ولكن على الرغم انه كان متاح ليهم اكتر من اختيار امام الاتحاد. هو يعني دايما بيبقى في 16 و17 و18 و19. اخترت انا بقى 19. اخترت 19. هو يعني اختيار يعني ذو حدين.
قال لك ان الناس هتقدم على مباراة كرة القدم، فما يبقاش في فرصة للتظاهرات العنيفة في الميادين. فدي وجهة نظر. لكن عايز اقول بقى نرجع، حضرتك عايزه ترجعي لمباراة مصر وغانا. عايز اقول هنا في مصر وغانا الحقيقة في النقطة دي بالذات، يعني في المصري اليوم مكتوب المنتخب يبحث عن المعجزة امام غانا اليوم. لا يعني كلمة المعجزة دي يعني ما في، احنا مش في عصر المعجزات، احنا في عصر العمل، نشتغل وهنلاقي نتيجة. انما بقى الحاجة اللطيفة انه في ده كان في اليوم السابع عفوا، نيجي في المصري اليوم بقى نلاقي ايه؟ بعثت منتخب غانا في القاهرة بتقول حضرنا للتنزه. انا مبسوطة قوي، يعني انا احب الغرور ده جدا لان نتيجته هتكون ايجابية في صالحي انا، مش كده؟ انتوا جايين تتفسحوا، يا ريت المنتخب بتاعنا يفسحهم فسحه حلو في الملعب. انا ما اقصدش طبعا اي فسحه تانية، ما اقصدش اي حاجه تانية، بس يتفسحوا بقى فسحه حلوه بجد ما ينسوهاش عمرهم كله. انا عايز اقول ان مباراه مصر الغانا ديت فرصه ان احنا نشجع بلدنا طبعا. فرصه ان احنا امال هنشجع مين؟ فرصه ان احنا شفنا ناس بتشجع غانا يا فندم بيقولوا عليهم مصريين. للأسف الشديد هو كل واحد يشجع دولة ولا غير مصر أكيد هو مش وطني ولا يستحق أن هو ينتمي لتراب هذا الوطن. لكن أنا عايز أقول أن مباراة مصر وغانا ديت فرصة أن احنا نعيد الانتماء مرة أخرى، فرصة أن احنا نتلاحم وبحب. اما التنافس في مباراه كره لازم الدنيا كلها تعرف ان احنا ورا منتخبنا وهنشجعه ايا كانت نتيجه مباراه الذهاب. هي طبعا نتيجه ثقيله، لكن قد كده تشجيعنا وحبنا لبلدنا ومنتخب بلدنا هيفرق كتير في النتيجه النهارده، هنفسحهم يعني. هو والله يا استاذه اميره انا حتى يمكن بعد هزيمه منتخب مصر من فريق غانا ب6 أهداف انا قلت انا هشجع مصر لو مصر اتغلبت 50-0. بلدي يا فندم، لان دي اشجع غيرها ازاي؟ لان دي بلدنا. وبعدين الرياضه دايما هي روح الانتصار، والرياضه دايما بتعرف الفوز وبتعرف الهزيمه. طبيعي. اللي مش هيتقبل الهزيمه عمره ما هيكون يعني عنده الحافزيه للانتصار. لكن انا عايز اقول كمان ان احنا لابد ان احنا نكون برضك مقنعين في املنا. احنا اتغلبنا 6، لكن لما نكسب 2 لما نكسب 3 نقول ان احنا برضك ادينا. لكن عايز اقول ان مباراه مصر وغانا مش هي دي نهايه الصراع الكروي. طبعا مش نهايه العالم إطلاقا. لكن فرصه ان احنا نعيد انتمائنا تاني لمصر ونحبها بجد ونعمل على ان احنا نكسب. نحبها في كل حاجه مش في الرياضه بس، على فكره مش بس في الرياضه، لانه الحقيقه احنا اشرنا للخبر الرياضي اللي هو طبعا خبر كان مهم التوقيت ده للمباراه في ظل الاحداث اللي معروفه مستقبلا، اللي كانت معروفه في المستقبل الحقيقه، عشان كده ركزنا عليها. لكن لازم نشجع مصر في كل الاحوال، لازم نعمل، ننتج، نجتهد، نحب بلدنا وما نعرفش نحب اي بلد تانية غير بلدنا. ده الامر الطبيعي، والنتيجه بتاعت ربنا في النهايه. لا طبعا يعني انا بأسعى وبعمل كل جهدي، وطبعا النتيجه في النهايه لربنا سبحانه وتعالى، وربنا طبعا عمره ما هيخذل انسان بيسعى اطلاقا. استاذ سامي يعقوب صحفي بجريده اخبار اليوم ورئيس تحرير اخبار الغربيه، ضيفي الكريم اللي شرفني النهارده. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجود حضرتك معايا، وهو الوقت طبعا جري بينا انا عارفه. بشكركم مشاهدينا على وجود حضراتكم معانا ومتابعتكم لينا النهارده في حلقتنا اللي بصبح عليك. بنتقابل مع اسره يوم الثلاث ان شاء الله يوم الثلاث القادم، اما في الغد بنلتقي مع اسره جديده. شكرا لحضراتكم والى اللقاء. ازرع امل يطرح امل، لو حتى حلمك ما اكتمل، حبة امل تفرق كتير، ممكن تحقق مستحيل. تقدر تقوم، تقدر تحاول، يلا تقدر ترجع حلم ضايع، يلا عمرك ما تندم لو خسرت، لو مش هتوصل اديك حاولت. شجع تقرب من بعيد بعيد، شجع كمان خليك عنيد، لو حتى
هتوصل في يوم أكيد.